السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا، والسمك عم في الطينة. حسام عبد المجيد. ده مين اللي مؤاخذة؟ حملة قذرة من كل الأطراف. قول يا حبيبي. دي حقيقة يعني كل الأطراف اللي في الإعلاميين وبعض الصحف الزملكاوية المتأجرة من ولاد النادي. عليا الحرام من بيتي، ما عملتها ولا اعملها. حسام عبد المجيد اللي لسه مستلف فلوس من عبد الله السعيد، اللي مش لاقي ياكل، اللي اللعيب اللي جنبه لسه جاي واخد 10 مليون ومشتريهم 30 مليون، هو بقاله سنتين بياخد مليون ومليون ونص، وهو طلع قال كده في التلفزيون. مفيش مخلوق قعد معاه. انجز ياض وسمعني. يعني لما يجي عايز يتجوز الفترة الجاية يتجوز ازاي؟ انت مال اللي خلفوه. لما يكون عايز ياكل بيته ياكل بيته ازاي؟ عايز يخرج مع اصحابه، عايز يحط بنزين في عربيته. طب ما بتقولش ليه؟ طب حسام عبد المجيد محدش قعد معاه ولا حد اتكلم معاه، المطلوب منه ان شاء الله يعني نشتمه ونهينه، والاهلي ما اعرفش ايه مش بعيد، وحسام عبد المجيد صحيح، ده كل شويه يحصل لك حكايه. ان واحد مش لاقي ياكل ولا لاقي يلبس ولا، واحسن مدافع في مصر وما اتكلمش طول حياته، مؤدب، وبقاله سنتين بيلعب بمليون ونص ولا مليون جنيه. الواد ده كانه محسود. والله. هو لبسه الخيار الداخلي بالمقلوب. هو في ايه بجد اللي بيحصل ده؟ انا بيتك والله العظيم انا دماغي بتش فيا من اللي بيحصل. انتوا عايزيني من نادي الزمالك. جدع، اقعد عيد وزيد فيها لحد ما تحفظها. لو انت من حسام عبد المجيد قول لي هتعمل ايه في الكومنتات؟ لو انت في مكان حسام عبد المجيد دلوقتي هتعمل ايه؟ كلام معقول برضه. يعمل ايه الواد؟ السلام عليكم. بس انت ابن حلال. والله، ما انا بقول لك انا نايم ملط.